وكنت في الحقيقة ترددت كثيرا على عقد هذا الاجتماع في هذا الوقت. بيان سور غادي نفتحوا النقاش في هذه الامور. انا شخصيا ما عمرني تلاقيتهم، تتلاقاهم مره في 6 شهور، وملي واحد الاربيتري صفر التوش في شي بلاصه ماشي هي هذيك، الجمعيه اللي كتحمل المسؤوليه ورئيسها، هذا امر غير ممكن. والعصبه يجتمعوا يديروا، يجيبوا واحد ثاني نتاعو، ولا يجيبوا واحد من الانجليز، ولا يجيبوه من سويسرا. المسألة اللي اجتمعنا اليوم، التي نجتمع من أجلها اليوم، وكنت في الحقيقة ترددت كثيرا على عقد هذا الاجتماع في هذا الوقت لسبب بسيط، هو أنه الإجراءات التي اتفقنا عليها في السابق، سواء تعلق الأمر بالإعادة نتاع اتخاذ قرارات فيما يخص الممارسة الاحترافية، أو لا فيما يخص التقرير الخاص بتذاكر المونديال، هذه الأمور كلها ستكون جاهزة في الأيام القليلة المقبلة، ولكن فضلت أننا نعقد هذا الاجتماع باش نناقش فيه قرار واحد. اليوم كيف ما قلت في العديد من المناسبات، احنا تنعيشوا في واحد الصيرورة معينة. في 2015 الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت هي اللي تدبر الشؤون العملية نتاع المنافسات الكروية في مختلف الأقسام، وكانت باش ما يحدثش واحد اللبس، واحد الاختلاط، بادرت انذاك الى حل المجموعة الوطنية اللي كانت كتعنى بهذه الامور. احنا منذ 2015 اولا اسسنا العصاب الاحترافي لكرة القدم، سواء للذكور او للاناث، وأسسنا العصبة الوطنية لكرة القدم للهواة، وأسسنا العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة. موازاة مع ذلك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وسعت دوائر اهتماماتها، سواء على المستوى الدولي في العلاقات لا مع الكاف ولا الفيفا. وهذه العلاقات يمكن لي نقول لكم اليوم مثال بسيط. في هاد لاطات فيفا اللي غادي تجي اليوم، الجامعة الملكية غادي تنظم أكثر من 20 مباراة دولية، سواء للبلدان الأفريقية الصديقة اللي غادي تلعب في المغرب، أو لا للمنتخبات الوطنية. وهاد المنتخبات الوطنية اليوم بلغ العدد نتاعها أكثر من 16 فريق. كرة القدم داخل القاعة عندهم ليكيب A و U23، وخلقوا ليكيب فيمينين وبلا عندها حتى هي اليو 23 الى غير ذلك. في الذكور عندنا من اليو 15 حتى للسينيور، وفي الاناث عندنا من اليو 15 حتى للسينيور، والبيتش سوكر الى غير ذلك. فهذا المجال لا الدولي ولا نتاع المنتخبات الوطنيه ولا المجال الاخر اللي حدثناه هو التطوير نتاع كرة القدم، سواء في البنيات التحتية أو لا في التكوين نتاع الأطر. البنيات التحتية اليوم عندنا المركز الجهوي السعيدية، المركز الجهوي بني ملال غنفتحوه في الأيام المقبلة، بعد أسابيع غيوجد المركز الجهوي العيون، المركز الجهوي نتاع بن قرير، وحنا غادي بالإضافة إلى المشاريع التي تهم مراكز التكوين نتاع الأندية. هذا المجال والخلق تطوير نتاع العصب الاحترافية كاملة اليوم يستدعي منا أننا الأمور المرتبطة بتدبير كرة القدم في جميع المناحي نتاعها خصها تمشي للعصب باش يدبروا المنافسات الوطنية كليا. وبالتالي بيان سور غادي نفتحوا النقاش في هذه الامور، واللجان
اللي مرتبطة بالعصبة، ها لا ديسيبلين، ها لو تروك، ها لي ليسونس وداك الشيء كله يمشي. وتبقى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومكتبها المديري يخدموا على 4 نتاع الأمور واضحة. يخدموا على تطوير كرة القدم في البنية التحتية والتكوين الأطر، يخدموا على المستوى الدولي كاف فيفا وما يرتبط بهما، ويخدموا على الأمور نتاع المنتخبات الوطنية. ما يمكنش نبقاو حنا واحد المديرية تتشتغل. أنا شخصيا ما عمرني تلاقيتهم، تنتلاقاهم مرة في 6 شهور، وملي واحد لاربيتر يصفر التوش في شي بلاصة ماشي هي هاديك، الجمعية اللي كتحمل المسؤولية ورئيسها. هذا أمر غير ممكن، غير مقبول. دونك الجامعة الملكية غادي نخليو لها الاختصاصات نتاعها، واللي ليك غادي نخلي لهم الاختصاصات نتاعهم كاملة. اللجنة اللي تتعاقب، المهم هذاك ياك لي سوبفونسيون الفلوس دابا تتعطيهم العصاب، تعطيهم العصبة الفراقي هي اللي تدير البرمجة تكمل على الشيء الآخر، واللي تديروا العصبة الاحترافية ديروا العصبة نتاع الإناث، وديروا العصبة الهواة، وديروا العصبة نتاع كرة القدم المتنوعة. هذا القرار الأول. النتيجة نتاعو أنا المديرية نتاع التحكيم اللي كدرت فيها السي حدقة ستوب، والعصبة يجتمعوا يديروا يجيبوا واحد تاني نتاعو، اللي يجيبوا واحد من الانجليز، واللي يجيبوه من سويسرا. واللجنة أيضا اللي كان فيها السي جمال نحلوها، وتمشي العصبة دير اللجنة اللي بغات دير فيها. يديروا واحد اللجنة فيها 3 ولا 4 من العصبة الاحترافية، و2 من الهواة، و3 من العصبة الإناث إلى غير ذلك، ويجتمعوا ويقرروا ويقادوا ويسونكسيونيو. حنا لا fédération et le bureau fédéral, on va s'occuper de 4 chantiers essentiels. سميتهم l'international, سميتهم le développement du football avec ses 2 volets, et on va s'occuper des équipes nationales. On ne peut pas s'occuper du reste. Nos missions doivent être recadrées. هادشي كنا نقدروا نديرو في الأول هكذا لقيناه، لأن كان ما عندناش هاد المجالات الأخرى، وهاد العصاب ما كانوش. دابا العصاب جاو وتطوروا وراهم يديروا، غادي نمشيو نعطيوهم لا توتاليتي نتاع المهن نتاعكم. دونك تحويل نتاع كل الاختصاصات نتاع اللجان اليوم اللي تتشتغل في هذا الاتجاه، والمديريات المرتبطة بها، والموظفين المرتبطين بهم، والميزانية المخصصة لهم إلى العصاب، وهما يلقاو كل واحد المجال نتاع الاشتغال نتاعو وفي الأمور اللي تتهمو، وكل واحد يتكلف بأموراته إلى النهاية. والجامعة وموظفوها اللي غيبقاو غيتكلفوا بهذه المهام اللي سلفت الذكر نتاعها. أكد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال اجتماعه بمركب محمد السادس لكرة القدم أن العصبة الوطنية مدعوة لتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بقضايا التحكيم والملفات التأديبية. وبالمناسبة، قال رئيس الجامعة فوزي لقجع أن مهام الجامعة أصبحت متعددة ومتنوعة كاستضافة العديد من المسابقات الإفريقية والدولية، مما يتطلب منها بذل مجهودات مضاعفة، ويحتم على العصب الوطنية تحمل مسؤولياتها في ممارسة مهامها واختصاصاتها. وذكر بلاغ للجامعة أنه تم تكوين لجنة تقنية للتحكيم لتعويض اللجنة المركزية السابقة، والتي ستضم ممثلين عن جميع العصب الوطنية، وإنهاء مهام مدير المديرية الوطنية للتحكيم. وأضاف المصدر ذاته أن كل عصبة وطنية ستبث في ملفاتها التأديبية عبر لجنة قضائية مختصة. وأشار إلى أنه تم تحديد اختصاصات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فيما يتعلق بالبنيات التحتية والتكوين وتطوير كرة القدم والمنتخبات الوطنية،
والعلاقات الدولية.